النهارده بقى هنشرح إن شاء الله الفرق ما بين الميتابل والإميتابل. ميتابل يعني إيه؟ يعني قابلة للتغيير، وإميتابل يعني غير قابلة للتغيير، وهناخد عليها أمثلة وهنعرف يعني إيه قابلة للتغيير وغير قابلة للتغيير. طيب أنا دلوقتي لو أنا عندي list وحطيتها في variable اسمه إيه؟ طيب هو ال A ده يعني بتخزن فيها الليست دي، ولا هو ال A بيشاور على الليست؟ يعني أنا مسمياها بس مجرد اسم، كأنه اسم بيشاور على شخص حقيقي. أنا قلت إن أنا عندي الليست فيها 1 و2 و3، ماشي، وحطيتها في A، يعني A equal 1 2 3. ال A هنا عبارة عن إن هي بتشاور عليها جوه الميموري. الميموري دي عبارة عننا إن إحنا عندنا دي كأن الميموري بتاعنا متقسمة لخانات، أماكن، وكل مكان بيبقى فيها الحاجة اللي احنا هنحفظها فيها. يعني ده عبارة عن object احنا هنخزنه جوه الميموري. يبقى دلوقتي هو أخد مكان في الميموري، وقلنا له إن ال A بتساوي، قلنا كده إن ال A equal 1 و2 و3. فهو راح عند الميموري اللي احنا بنقول عليها وقال له احنا هنخزن مكان عندك فيه ليست 1 و2 و3، وهنخلي ال A بتشاور عليها. ماشي، هروح أنا أقول له إيه بقى؟ هروح أقول له إن ال B بتساوي ال A. معنى كده ايه؟ بقول له هات لي قيمة ال A وحطها لي في ال B. ماشي، يعني الوقت المفروض ال B بتساوي 1 و2 و3. لو انا بقى جيت عدلت على ال B، هيسمع بقى في ال A ولا مش هيسمع؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه. فانا هروح اقول له ال B دوت append، ضيف لي على ال B رقم 4، وبعد كده اطبع لي ال B ورن ضاف لي رقم 4. طيب اطبع لي ال A بقى، هنشوف هيعدل ولا لأ. عدل فيها برضو، مع ان احنا ما جيناش جنب ال A، احنا عدلنا في ال B. طب ليه عدل في ال A وال B زي بعض؟ ليه ضاف الأربعة في ال A برضو؟ عشان موضوع اللي احنا بنحفظ في الذاكرة بقيمة الليست، مش بالاسم الفاريبل اللي بيشاور عليه. معنى كده ان انا هنا كأني قلت له حط لي البي تشاور على نفس المكان، على نفس القيمة اللي في الذاكرة دي. يعني دلوقتي عندي ال A وال B بيشاوروا على نفس الليست. لما أنا رحت ضفت هنا 4، ال B اتغيرت وال A بتشاور على نفس القيمة، فبقى اتغيرت هي كمان. فعشان كده ال B وال A اتغيروا سوا. معنى كده لما أنا قلت له إن ال B بتساوي ال A، كده احنا عملنا ليست جديدة ولا هي نفس الليست؟ لا، هي نفس الليست. هو ساب الليست القديمة زي ما هي، لأن ال A وال B بيشاوروا على نفس الليست، وراح عدل في الليست نفسها. فبقى كده ال A وال B اتعدل فيهم، مع ان انا عدلت في ال B بس الاتنين اتعدل فيهم، لان انا بشاور على نفس المكان. لو انا عايز اتأكد من حاجة هقول له مثلا ايه؟ هقول له اطبع لي الاي دي. كل اوبجكت في الذاكرة بيبقى ليه اي دي. فلو قلت له اطبع لي الاي دي بتاع A واطبع لي الاي دي بتاع ال B، بتاع ال two variables، لو بصينا هنا هنلاقي نفس الاي دي بالظبط هو للاتنين، لأنه بيشاور في نفس المكان. فعشان كده التغيير اللي حصل في المكانين. ده اللي بيطلق عليه كلمة mutable، قابلة للتغيير. تعالى ايه نجرب في حاجة تانية. لو أنا قلت لك إن الإكس تساوي 10 وإن الواي تساوي الإكس، تمام، عملناها قبل كده 100 مرة، وقلت لك اطبع لي الإكس واطبع لي الواي، الطبيعي إن الواي هتساوي 10 برضو، 10 و10. أنا هروح أقول لك بقى ايه؟ هروح أقول لك إن الواي بلس equal 1. احنا قلنا قبل كده دي معناها ايه؟ دي معناها ان الواي بتساوي الواي القديمة وزود لي عليها 1. يعني من الآخر ان الواي دلوقتي كان معانا 10 بقت 11. اطبع لي كده الواي والاكس، قال لي ان الاكس 10 والواي 11. طب ليه هنا بقى لما غيرنا في الواي ما غيرش برضو في الاكس؟ ايه السبب؟ يعني دلوقتي احنا المفروض قلنا ان الرقم بيتغير، وان الاكس كانت تشاور على الواي على العشرة، وان الواي بتشاور على العشرة. فلما غيرنا العشرة بقت 11، فكده معناها ان الاكس والواي المفروض تبقى 11. ليه الاكس فضلت 10 زي ما هي هنا، فضلت 10 زي ما هي، وليه هنا بقت اتغيرت بقت 11؟ لان الارقام اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي بتندرج تحت كلمة immutable، غير قابلة للتغيير. فلما باجي اعدل في اي حاجة فيهم بيعمل لي اوبجكت جديد. يعني دلوقتي في الذاكرة بقى عندي كأن هنا عملت 10 ورحت عملت 11، ماشي،
وخليت الاكس بتشاور على ال10، ولما رحت حطيت اكس في الواي خليت اوبجكت جديد في الميموري يتكون، مش الاوبجكت القديم ده اسمه واي بيشاور. بقت الاكس بتشاور على ال10 والواي بتشاور على 11. يبقى احنا كده قلنا عكس الكلام خالص، ان الوقت في الميوتابل الاتنين بيشاوروا على نفس الحاجة، نفس الليست. فلما غيرت في واحدة التانية اتغيرت برضو. لكن لما رحنا استخدمنا في الأرقام بقت كل واحدة بتشاور على نفسها. يعني يعني أنا لما خليت الإكس في الواي ده عمل أوبجكت جديد خالص وبقى بيشاور في خانة لوحده. فلما رحت عدلت في الإكس أو رحت عدلت في الواي التاني مش هيتأثر. لو رحت دلوقتي قلت لك قول لي الميوتابل، هتقول لي إيه؟ هتقول لي إن هو قابل للتغيير وليهم نفس الاي دي، وزي ايه؟ زي الليست وزي الست وزي الديكشنري اللي احنا شرحناهم قبل كده. طيب لو قلت لك قول لي الاميوتابل، هتقول لي ان هو غير قابل للتغيير، اي تعديل فيه باوبجكت جديد زي الارقام، زي الانت والفلوت والسترينج والتابل. التابل احنا قلنا قبل كده ان هو اميوتابل. ماشي. طب في حاجة بقى ايه هتوقعنا دلوقتي. لو انا قلت لك ان انا عندي list اسمها ايه وفيها 1 و2 و3، وقلت لك ان البي بتساوي الايه، حط لي فيها الايه. ورحت بقى بعد كده قلت لك ان الايه بتساوي a بلس 4. يا ترى بقى الايه والبي هيشافروا على نفس الليست ولا كل واحدة هتعمل ليست جديدة؟ احنا لما رحنا عملنا في الابند ده تعديل في نفس المكان، لكن لما رحت قلت له ضيف لي عليها ال4 ده بيعمل ليست جديدة خالص. يعني ده مش بيعدل في نفس المكان. يعني هنا ال A هيشاور على ليست جديدة، يعني هيشاور على اوبجكت جديد. معنى كده ان ال A وال B مش هيتأثروا سوا. يبقى هنا لو انا طبعت قلت له اطبع لي ال B وقلت له اطبع لي ال A ورنيت، شوف هنا هعمل ايه. طبع لي ال A بتزود على ال4. طب وال B؟ ال B كانت قبل ما نعمل الخطوة دي، فالبي فضلت بالايه القديمة اللي هي 1 و2 و3. يعني هو دلوقتي احنا قلنا له ان الايه بتساوي 1 و2 و3، وروح حط لي الايه جوه البي. ماشي. وبعد كده رحت عملت تعديل على الايه وزودت له 4. البي هنا ما اتسمعتش، يعني ما عملتش اي تعديل على البي، ففضلت البي بواحد 2 3 زي ما هي، والايه هي اللي زادت 4. طب ايه اللخبطة دي بقى؟ دلوقتي انا لما قلت له هنا append 4 ضاف لي 4 في الاتنين، ولما قلت له زود لي 4 بلس زود لي بس في الايه اللي انا عدلت عليها والبي لا. هنا عشان في الابند ده بيعدل في نفس المكان، لكن لما عملت له بلس وعملت له 4 ده ما بيعدلش في نفس المكان، ده بيعمل اوبجكت جديد في الميموري وبيروح يشاور هو عليها وبيسيب الاوبجكت القديم زي ما هو ما بيعدلش فيه. معنى كده ان البي بتشاور على قيمتها ما اتغيرش فيها حاجه. ده بقى لخبطك اكتر. لو انا رحت بدل ما اعمل كده، لا، هقول له a بلس equal 4. احنا شرحنا قبل كده ان ده بتتعامل مفروض نفس معاملة ده، بس في الحالة اللي احنا بنحكيها دلوقتي دي المنظر ده مش هيعمل ليست جديدة وهيغير في الاي دي بتاع الاوبجكت ومش هيغير في حاجة، لا، هو هيغير في نفس المكان. المنظر ده اللي هو البلس equal دي بتتعامل معاملة كأننا بنقول له دوت اكستند زود لي 4. يعني لو احنا رحنا طبعنا دلوقتي هنلاقي الاتنين اتغير، لقيت ال 8 زود عليها 4 ولقيت ال B اتزود عليها 4. يعني هما الاتنين بيشاوروا في نفس المكان. يعني من الآخر لو قلت لك دوت append أو دوت extend ده بيعمل ايه؟ ده بيتعامل معاملة الميتابل وده في الليست طبعا وبيتزود والاتنين بيشاوروا على نفس الأوبجكت. لكن لو قلت لك ال A equal a plus 3 ده كده بنعمل ليست جديدة خالص وبنحط في اوبجكت جديد وبيشاور عليها. يعني ده كده immutable، ده بيعمل new object. انما لو قلنا a plus equal 3 ده بيعمل ايه؟ ده بيعدل في نفس المكان. وبكده كنا اتعرفنا على الميوتابل والاميوتابل والفرق بينهم.